السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة حلقة جديدة من برنامجنا الجديد كندا بتكلمك فون، ومعانا إحدى الصديقات اللي بعتت لنا كومنت وبعتت على صفحة البرنامج برضو، وهنكلمها دلوقتي. خليكم معايا نتابع الاتصال. مش عارفين هي هتكلمنا في إيه، تسألنا في إيه، بس خلينا نتصل بيها. يلا هنكلميها، نفتحي السبيكر. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، إحنا برنامج كندا بتكلمك فون. اهلا وسهلا يا فندم. اول حاجه طبعا شكرا لمدام هناء. طبعا انا سبت لها الاكونت على اساس ان هي تكلمني، وسبت لها رساله على الخاص، فده طبعا حاجه كويسه جدا ان هي اهتمت وكلمتني. وانا بصراحه كنت عايزه اسالها على حاجه مهمه جدا، ودي اول حاجه هبتدي بيها الحديث معاها. تحت أمرك، اتفضلي. ربنا يخليك. انا عايزه، يعني انا مش بفكر، لا انا فعلا بطريقه جديه جدا عايزه فعلا اتنقل لكندا، وده لحاجه مهمه قوي، مثلا عشان الدراسه. اهم حاجه، اهم من كل شيء عشان دراسه الولاد. فانا نفسي فعلا اتنقل كندا عشان موضوع الدراسه مش اكتر. يعني وعايزه اعرف برضو ايه اسلوب التعليم هناك بتاع الولاد، ايه اللي اقدر اعمله، ايه اللي اقدر اجيبه معايا، ايه اللي اقدر مثلا اكون متحفظه فيه شويه، وهل هو فعلا في كل الاحوال التعليم هناك احسن. يعني انا متاكده من ده. بس انا عايزه اعرف حاجات كتير بعد التعليم وبعد المدارس بالخصوص. طيب، هو طبعا ده سؤال بيتسأل كتير جدا، وكلامك صح. بيبقى كتير من الناس عايزة ان هي اسلوب جديد لتعليم اولادها، او يعني حياة جديدة. توقعاتك برضو صح طبعا، ان نظام التعليم وطريقة التعليم هي افضل شوية. افضل من ناحية ايه؟ انه بيريح الاولاد في السن الابتدائي، في فترة الابتدائي ديت ما بيدولوش واجبات كتيرة جدا طول النهار ترهقه وتكرهه في المدرسة. فانت هتستغربي لما تلاقي اولادك بيصحوا الصبح يوم الاجازه اللي هو بيبقى يوم السبت والحد، عايزين يروحوا المدرسه، وهم مش متعودين ان يبقى في اجازه يوم الحد مثلا، فعايزين يروحوا المدرسه وبيعيطوا عشان تنزليهم المدرسه. وانت هتستغربي من الكلام ده ليه؟ لان الطفل ارتبط جدا بالمدرسه عن طريق اللعب. هم بيوصلوا المعلومه بطريق اللعب، ده اسلوبهم. فنظام التعليم هنا لما بيربط الطفل بالمدرسه، فهيخلي الطفل في المراحل كمان الكبيره واخد ان المدرسه شيء عادي كويس، بيلعب فيها، بيعمل فيها صداقات، يعني فالنفسيه بتتحسن طبعا. ما شاء الله، يعني حاجه مش موجوده خالص. ايه ده؟ بالنسبه لطرق السفر، طبعا انت عارفه احنا مش مكتب استشارات ولا مكتب هجره، مش متخصص، لكن بنجمع معلومات وبنحاول بقدر الامكان نوصلها للناس. يمكن كده، يعني يمكن بالشكل ده نقدر نفتح معلومات ومجالات للناس ازاي يبحثوا وازاي يدوروا. فاي برامج هجره جديده احنا برضه هنحاول نتكلم عليها، اي فرص موجوده جديده هنحاول برضه ان احنا نوضحها للناس. وبمناسبه كلامك ده، انا في الفيديو بتاعك ده هحط في الصندوق بتاع الوصف بتاع الفيديو اللينك اللي نازل جديد فيما يخص برامج الهجرة الجديدة لكندا. يا ريت والله، يا ريت. هو يعني طبعا هو اليوم ده مختلف تماما هنا، لان الجمعة والسبت هنا يوم الحد ده بيزعلوا ان بكره الحد في المدرسة، ان الاجازة خلصت. فده موضوع يعني عندنا العكس تماما. لا بجد يعني، وبجد مش على سبيل فكاهة ولا حاجة، هو فعلا بجد. أنا عندي ابني عنده 8 سنين في ثالثة ابتدائي، طالع النهارده من المدرسة بالأخص يعني، ومعاه صديقه أخد رفد 3 أيام. يعني صديقه أخد رفد، فباباه طبعا راح يجيبه، فلقاه مبسوط فرحان يعني، فبيقول له أنت مبسوط قوي كده أنت أخد رفد؟ قال له 3 أيام مش هاجي المدرسة يعني آخر الأسبوع. فالولد ماشي طاير إن هو أخد، يعني مش في دماغه إن هو أخد رفد، في دماغه إن هو هيرتاح من المدرسين ومن الدراسة. الموضوع ده صعب جدا. دي الحاجة الوحيدة اللي أنا فعلا نفسي إن أنا يعني أسلوب التعليم في كندا عاجبني من يعني بحذافيره. برنامج عاجبني إن الطفل يبقى مبسوط ورايح المدرسة، عاجبني إن هو يبقى عايز يروح المدرسة يكمل مذاكرة والدراسة، يعني الله المستعان. فأنا عايزة أعرف برضه سؤال تاني. المعيشة غالية رخيصة، الدولار أثر، إيه الموضوع بالظبط يعني؟ فعلا هناك يعني الحياة مرهقة. هي الحياة هنا طبعا مش هنقول إنها يعني رخيصة، هي الحياة طبعا غالية، بس طبعا مع يعني الشغل لما بتشتغلي انت وجوزك طبعا بيبقى يعني الحمد لله بيبقى برضه بيبقى بتقدر برضه تعيشوا يعني تدفعوا إيجار، تعرفوا تعيشوا. طبعا مش العيشة اللي هي يعني الجامدة قوي، بس برضه أكن
كأنك بالظبط عايشة في مصر، يعني هي تقريبا نفس العيشة يعني. يعني نفسها برضه، يعني مش هيبقى الموضوع مرهق بالنسبة لنا. طبعا طبعا انا شفت فيديو قبل كده لحضرتك يا استاذة هناء بتتكلمي عن الإيجارات. يعني انا شفت الفيديو ده النهارده لما بعت على طول، انا شفت الفيديو ده النهارده. كانت استاذة بتكلم حضرتك من القاهرة، تقريبا مش فاكرة اسمها، بس شفتها وهي بتكلمك عن العيشة، عن المعيشة هناك، واتكلمتوا عن الإيجارات او اتكلمتوا عن البيوت هناك عاملة ازاي. فده برضه يعني حاجة برضه يعني الواحد لما بيجي برضو بيبقى عارفة انت، الواحد يعني في البدايات يعني ممكن مش يعني على حسب الظروف وعلى حسب الدخل بتاعك انت وجوزك بتقدروا تجيبوا حاجة بسيطة، يعني بتجيبوا بيت صغير على قدكم في البداية خالص لحد ما بتبتدي الظروف بتتحسن واحدة واحدة يعني، وبعد كده بتبتدي بقى مع الوقت بتحسني، يعني بتحسني مع الوقت يعني، لكن في الأول بتبقى طبعا بتبقى صعبة شوية. طيب سؤال بقى يا استاذه هناء، انت واطفالك هناك ايه اكتر حاجه واجهتوها ضايقتكم ممكن تضايقني لو انا جيت؟ يعني بالنسبه لولادي مثلا هنقول مثلا في المدارس، يعني في المدارس شويه بيبقى في الاطفال عموما بتضايق بعض شويه في المدارس. بس اعتقد ان ده حتى موجود في اي مكان على فكره. على فكره ده موجود في ده عادي يعني جدا. ممكن في مصر في اي دوله هتلاقي الطفل ما بيندمجش بسرعه مع المدرسه، الولاد ما بيتعرفوش بسرعه مع بعض، فتلاقي في طفل بيبقى متضايق يقول لك انا ماليش اصحاب، محدش بيكلمني، هم لسه مش واخدين على ان هم ينطلقوا يعني. لا ده طبيعي، يعني انا اولادي هنا في يعني هم المدرسه في حاجات كتيره مش متاقلمين فيها كتير. لا ده طبيعي. لا انا بتكلم على اساس اكتر حاجه انت مش متعايشه معاها هناك وبتقولي لا انا مش لاقيها هنا، اكتر شيء انت مش متعايشه فيه. انا كنفس الموضوع كمصريه برضو هعاني من نفس اللي حضرتك هتعاني منه، يعني اكيد الحاجه اللي انت قلتيها انا هقابلها لان احنا اتيتيود واحد، فطبيعي ان انا هعاني منها. ايه بقى اكتر حاجه انت عانيتي منها هناك في التربيه؟ في التربيه مع الولاد في الاول كان لا يعني الواحد خلاص الواحد بيبقى بيربي ولاده بالطريقه اللي هو اتربى عليها. طبعا هم بيشوفوا حاجات مختلفه من الاصحاب وكده، بيسالوني عنها فبنقعد نتناقش ونقول لهم مثلا ايه الصح وايه الغلط. بصي هي مفيش حاجات قويه قوي، بس لو في حاجه هتبقى في صالحك. ازاي؟ يعني مثلا بالنسبه للمسلمين هم ما بياكلوش الحاجه اللي فيها البورك اللي هو لحم الخنزير او مكوناته زي الجيلاتين اللي في الحلويات، تمام؟ لو مش مسلمين طبعا عادي، يعني مصريين مش مسلمين براحتهم مفيش مشكله، لانه هم عادي ممكن ياكلوا. انت الطفل بيختار لما بيخش معاك الستور او المكان او السوبر ماركت او كده، هو بيجري على الحاجه من شكلها ومن لونها، هو ما يعرفش، فبنقول له لا يا حبيبي دي ما ينفعش عشان فيها جيلاتين، فهو يقول لك طب وايه يعني فيها جيلاتين يعني ما انا عايز اكلها، هو تفكيره كده طبعا. فاحنا شويه بنحاول نقول له لا مش هينفع. بس هنا بيبقى في محلات عرب بيعملوا البدايل، في بديل يعني بقى بناخده على محل عربي يجيب منه نفس بقى الشكل اللي عجبه ده، اللي هي دايما بتبقى الحلويات اللي هي الطريه دي اللي بيخش فيها جيلاتين. المحلات العرب بيبيعوا الحلويات ديت بيبقى فيها جيلاتين، بس جاي منين؟ من البيف او يعني اللي هو لحم البقر او من اللامب اللي هو لحم الخرفان. تمام هو كده تمام. ربنا يطمنكم. واهم حاجه ان ده برضه معتمد عليا يعني كان الطفل دايما يزعل، بس واحده بنعلمه، واحده بنقول له، فخلاص بياخد على كده. حتى ممكن ان هو يبقى عايز ياكلها من وراك لان هو مش مقتنع ايه جيلاتين ده اللي بيمنعني، انا مش شايف، يعني انا مش شايف ان حد ما بياكلهاش، ما اصحابي في الفصل بياكلوها. فواحده دي بتبقى في صالحك، لان انت بتعرفه حبيبي هم ثقافه مختلفه او دين مختلف، احنا بنحترمهم، احنا بنقول ان اللي هم بيعملوه براحتهم واللي احنا بنعمله برضو براحتنا، وبرضو في المدارس لان ثقافتنا مختلفه. في المدارس برضو لما المسلمين اهالي الاطفال اللي هم المسلمين بيعرفون في المدارس ايه اللي ممكن هم يعني يبعدوا الحاجات اللي هي مثلا المحرمات اللي عندنا، مثلا زي لو مثلا بيعملوا مثلا بيجيبوا لهم بيتزا مثلا، نقول لهم لا مثلا ما يبقاش فيها الببروني او اللي هي الببروني طبعا اللي بيبقى اللحوم برضو البورك وكده، فبصراحه بيحترموا الحته دي. هم بيسالونا على طول، هو بيسالوك بيبعت لك ورقه ايه الممنوع اللي في الاكل اللي مش بتسمح بيه طبقا لدينك او طبقا لعاداتك او تقاليدك على فكره يعني. ومش احنا بس المسلمين اللي عندنا منع، كمان حتى السيخ الهنود عندهم حاجات ممنوعه، يعني ما بياكلوش لحم البيف، واليهود ما بياكلوش البورك زينا، اليهود ما بياكلوش لحم الخنزير زينا. فهي الموضوع اختلاف ثقافات او اختلاف الدين طبعا، مش الدين يعني اختلاف الشرائع ما بين شريعه وشريعه. فهو
هو بيحترم الشيء ده. طالما انت ده جميل جدا. طالما انت بتحترمني وانا بحترمك، فكل واحد في حاله او بيعمل اللي هو عايزه بدون ما يضر حد، فديت بيبقى حته ليها الاحترام شويه. وبأمانة ده شيء مطمئن جدا. مفيش النزعه الطائفيه. تمام، ده شيء يحترم بصراحة. وتقدري برضو هنا برضو في المساجد، يعني ممكن تاخدي ولادك على المساجد، يعني يصلوا يقروا يحفظوا القرآن. بيبقى في برضو هنا شيوخ، شيخ في المسجد بيحفظ القرآن. انت بتتعب شوية في التربية برضو، بس برضو نقول زي ما هتتعب في دولنا العربية، ما انت برضو في الدول العربية لازم تحفظهم قرآن، تاخدهم مسجد اكيد، صح؟ ويعني هي نفس المجهود تقريبا. خلاص طالما الحاجة متوفرة خلاص، وطالما الخدمة متوفرة. بجد هو ده اهم حاجة. يعني اهم حاجة بالنسبة لي التعليم، الاتيتيود والسلوكيات بتاعت الاولاد، ده اهم حاجة. ثالث حاجة بقى، ودي طبعا انا سألت برضو على السكن، او مثلا المعيشة بتبقى غالية ولا لا. طبعا في حاجة بقى رابعة مهمة جدا حابة اسأل عنها. كان عندكم عنصرية ولا ما عندكوش عنصرية؟ اقدر اعيش براحتي، اقدر اصاحب ده ما اصاحبش ده، طبعا واحدة اصاحبها او ما اصاحبهاش، ليا حرية الرأي، ولا هبقى برضو في قمع لحرية رأيي في الحدود؟ والله هقول لك على حاجة. العنصرية موجودة في كل حتة، العنصرية موجودة في كل مكان، والعنصرية موجودة فينا احنا كبشر. العنصرية موجودة على مستوى الدول، موجودة على مستوى المحافظات، موجودة على مستوى العيلة الواحدة، صح ولا لا؟ صح؟ طبعا. يعني على مستوى الدول انت مش عارف منين وانا اللي منين، على مستوى المحافظات انت من القرى وانا من العاصمة، صح؟ على مستوى العيلة الواحدة انتوا الناس اللي مش قوي واحنا الناس الهاي، صح ولا لا؟ على مستوى الجبايل ومستوى العائلات الكبيرة، وانت من قبيلة فلان بس احنا اللي مين، صح ولا لا؟ فالعنصرية موجودة داخلنا وجوانا، واحنا بنعيشها يوميا مع اهالينا، او مش عايز اقول اهالينا، يعني عايز اقول في محيط العائله بتبقى موجوده، صح ولا لا؟ لا موجوده بامانه. يعني انا بالنسبه لي عايشه يعتبر في منطقه سياحيه، يعني بيقولوا البحر الاحمر، الغردقه، شرم. الغردقه دي منطقه سياحيه. انا بسمع وبشوف، يعني صباح الخير يا فلاح، يعني اسفه يا جماعه، صباح الخير يا صعيدي، فلاح انت صعيدي، بيعايروا بعض بالمحافظات. بس برضه نرجع ونقول ان انت مهما عايرته بمحافظته انت مصري وانت مصري، لكن لما بقى اوت سايد الوضع يختلف. نفس القصه، بس احنا مش بنقول لك ان العنصريه موجوده فينا، دي معناها ان هي موجوده في كندا. ليه بقى هي مش موجوده في كندا؟ ليه؟ لان القانون هنا بيمنعك من الشيء ده، واي دوله فيها قانون قوي بيعاقب بشده وبينشر عقابه دوت في الصحف، انه فلان الفلان عمل كذا، وده الفيديو اللي اهان فيه كذا، واحنا حرمناه من الجنسيه وطردناه بره البلد. فكله هيحترم الاخر وكله هيحترم التاني. بجانب حاجه تانية بقى، الطفل نفسه وهو بيتربى في المدرسه بيربوه، تبص تلاقي الولد بيجي يقول لك بابا لا ما تقولش كده عشان دي عنصريه. فانا اقول لهم لا عادي، ده انا بقول ايه، ده انا بقول احنا عشان احنا مصريين بنحب مصر، فبوضح لهم ان فرق ما بين العنصريه وما بين الحب الزياده لوطنك مثلا. فيقول لك تمام. بس هو بيبقى حساس قوي لدرجه ان هو لما يسمع ان حاجه فيها تفرقه، مصر كندا مش عارف ايه، لا يقول لك بابا كلنا واحد. هو عايز يفهمك ان كلنا واحد، فاهمه قصدي؟ فبيبقى حساس جدا لدرجه موضوع العنصريه ده. انا نفسي حتى بنتي في سن كبير في المدرسه 13 سنه او 14 سنه، فبسالها بقول لها يعني لو عندكم بنت في الفصل وهي جايه من اصول افريقيه ففي معامله معينه مش كويسه من البنات، قالت لا مفيش عادي. يعني طب البنات التانية عادي بيكلموها وبيصاحبوها ولا بيحسسوها ان هي يعني من دولة تانية ومش من اصول كندية اصلا او كده؟ قالت لا مفيش الكلام ده خالص. ليه؟ لان الطفل متربي على كده. فبصي العنصرية فينا احنا اللي من جوانا، بنقول ده اسمراني، ده فلاح، بسمعها من ده، بسمعها من ماما، بسمعها من بابا، بسمعها من اسرتي، فبتبقى على لساني. انما لو ما سمعتهاش لو عمري ما سمعتها ولا هعرفها، مش هعرف الشيء ده ايه، مش هعرف انت بتقول ايه. يعني ده اللي انا بكلمك من احنا فايده البرنامج بتاعنا، عارفه ايه؟ ان البرنامج بتاعنا مش مثلا مش موقع الكتروني بيقدم معلومات فبيجيب معلومات كده لا، احنا البرنامج بتاعنا نبض الشارع في كندا او في مصر. يعني سواء اللي بنكلمهم من مصر او من السعوديه او من اي مكان، هو برضو ممكن يطرح علينا مواضيع واحنا نساله، وهو يكلمنا عن حاجات خاصه بمواضيع عنده، زي مواضيع الترند الحاليه، زي موضوع مثلا كذا، زي موضوع كذا، نتناقش فيه، نشوف ارائنا فيه ايه. لا هو انا بصراحه
الملاحظه كمان ان انا لما بدخل على جروبات كنديه ان الترند ده السوشيال ميديا دي محتله عندنا احنا في حياتنا 3/4 الحياه ده، لو ما كانتش الحياه 100%. لكن بره لا، بره هم مش ما فيش ادمان قد ما هي موجوده في حياتهم طبيعيه. احنا اللي بنعملها ترند هنا. احنا بجد شغله بالنا كتير جدا. يعني انا بشوف هناك اطفال مهتميه وحاطه وشها كده في الايباد بتاعها وفي التليفون، ماشي مفيش مشكله. بس برضو مش زينا، احنا مواضيع بتشغلنا وبتاخد الترندات بطريقه فظيعه. خليني النقطه دي برضو اوضحها لك قوي. الترند في كندا بيبقى خاص بحاجات عامه، الترند في دولنا بيبقى خاص بحاجات خاصه قوي. واحد عمل مش عارف ايه، واحد داس على جزمه مين فعمل فقال فمش عارف حاجات، انت فاهمه، حاجات يعني غريبه. انما هنا الترند خاص بايه؟ خاص ماتش كبير، حاجه حصلت، لا قدر الله حادثه، لا قدر الله مش عارف بيت خطأ حصل فيه ايه، حريقه بالخطأ يكلمك عليها. ده الترند في كندا. انما في دولنا ممكن تطلع حاجه عاديه جدا، واحد غنى اغنيه فقام طلع ترند، انتش واجري، او تعالوا نروح محل كشري واخد بالك ونتشتم هناك عشان نطلع ترند. انا مش بعيب عليهم والله، لا انا بهزر طبعا. انا مش بعيب عليهم، انا بهزر، بس اقصد اقول لك انا حبيت اوضح لك الفرق. احنا الترند عندنا بيبقى شخصي قوي، حاجات يعني بعضه طبعا مش كله، حاجات شخصيه قوي. لكن احنا الترند عندنا الحالي ايه؟ كاس العالم، مشاكل حصلت في اي مدينه عندنا زي تورنتو، تلج نزل كتير في مدينه قريب جدا، يعني عطل لهم ابواب البيوت، يعني لان نزل بدرجه تقريبا 1.5 متر، فبقى اللي يفتح باب البيت عايز الاول ينظف قدامه. يعني ايه، شويه حاجات بسيطه دي اللي كانت طالعه ترند. لكن ما بيركزوش خالص على الاشخاص، ولا حد ماشي في الشارع، ولا حد حصل كذا، ما بيركزوش على الكلام ده. بيذكر وبتتحكي كخبر عادي، بس ما بيطلعش ترند. اهتمامنا احنا بالحاجه، واخده بالك؟ ايوه صح. كمان عندنا والفنانين المشهورين، احنا قعدنا ندور على هنا اشهر فنانين مش عارفين نجيبهم ليه، لانهم مش طالعين ترندات. يعني واخده بالك، الترند بيبقى احداث عامه، بس قعدنا ندور على اكتر فنان مشهور في كندا مش عارفين نجيبه. مش بسهل تقعد تدور ليه، مش طالع ترند، مش دايما هو نمبر 1، مش دايما هو اللي طالع بيغيظك في كل حاجه. لا احنا عندنا هنا شغله الفيموس دي بقت مهنه، انت تبقى مشهور كده، لا عادي. الموضوع هنا بالنسبه لنا طبيعي. يعني انا جاء ابني وقت معين كان بيعمل توك وانا اللي منعته. طب ليه؟ يمكن يضرب معايا توك. لا احنا مش عايزين نضرب توك، احنا مش عايزين المواضيع دي. مولاتي كانوا بيعملوا حاجات زي كده برضو، وانا وقفتهم عنها، لان طبعا انت عارفه هنا التيك توك طبعا في كندا او في الدول الاجنبيه بيبقى كله عباره عن رقص ومش عارف ايه، بس هم طبعا مش كله رقص، يعني في اي دوله على مش كله رقص. هم كانوا بيعملوا برضو حاجات برضو كده، يعني حاجات حلوه برضو، بس انا منعتهم لان لما يكبروا هيتعودوا هو مش رقص بالمعنى الشرقي، هو رقص بمعنى ان هو يحرك ايده، يعمل على حاجات كده بايده ودراعه، ويدخل ركبته في بعض، يعني شويه اللي هي حاجات بيسموها تريكس، اللي هي حركات تريكس كده، خدع. شويه حاجات كده. بالنسبه بقى اللغه، يعني انا عندي ابني مهتم قوي بالاونلاين، اللي هو كتير قوي حياته مليانه انجليزي، حياته مليانه. هل انا لو جيت هناك العربي هيروح في داهيه؟ يعني I'm so sorry، انا اسفه، يعني انا كده لا هو انت وباباه بيتكلموا مثلا في البيت عربي، بتكلميه مش مشكله. ما انا بقول لك يعني هو بيتكلم لكن ما هو هيتكلم كده اللغتين، مش هي عايزه القرايه والكتابه. القرايه والكتابه. ما لو انت عندك بقى ساعتها وقت ان انت تقعدي تذاكري له العربي عشان ما ينساهوش، ده يبقى كويس. انا سؤالي هل في فعلا الاقي مدرس او مدرسه لغه عربيه، ولا صعب قوي او مستحيل؟ ما هو ده بقى هنا السؤال. هو انت هتلاقيهم بس يعني يمكن في مقاطعات، يمكن المقاطعه اللي انا كنت فيها كانوا فيه كتير بتوديهم عند المدرسه في البيت وبتسيبيهم بقى ساعه، وهي بتقعد مثلا لو هتحفظهم او هذاكر لهم العربي او كده. بس هنا في المقاطعه اللي احنا فيها دي لا، لان ما فيهاش عرب كتير. تمام. طب بالنسبه تورنتو تورنتو فيها عرب كتير. اكيد فيها طبعا، لان هي مليانه عرب، تورنتو ولندن
وميسيساجا. تورنتو دول جوها عامل ازاي؟ هل هو يعني انا عارفه ان هو طبعا سمعت ان هو صعب وتلج قوي، يعني قاسي قوي الجو هناك فعلا. هي مش ساقعة وبس، يعني كمان أسعارها أغلى من أي مدينة تانية. يعني الأسعار مثلا، يعني هأديكي مثال مثلا، يعني مثلا في المقاطعة اللي احنا فيها أو في لندن اللي احنا كنا فيها، اللي احنا فيها دلوقتي، أو لندن اللي كنا فيها قبل كده. يعني مثلا تقولي مثلا شقة مثلا غرفتين، قولي مثلا مثلا قولي بتاع في لندن مثلا قولي بتاع 2000 دولار مثلا. هنا ممكن برضو غرفتين 2000 2100 2200. في تورنتو ممكن توصل الغرفتين 2500 و3000 كمان. تمام. فهناك الاسعار، وكمان الاسعار بتاعت الاكل. مونتريال اسعارها برضو بتبقى غاليه، بس وكمان اللغه الاساسيه فيها هناك الفرنساوي. يعني هتلاقي اكتر جنسيتين عايشين هناك الجزائر والمغرب. عشان الفرنساوي طبعا. بالظبط. لكن اللي هم ترى في مدارس انجليزي ولا المدارس كلها هناك فرنساوي؟ بس فرنساوي برضه هتلاقيه اكتر. يعني هما بيتكلموا اللغتين هناك، الانجليزي والفرنساوي. مدارس الانجليزي بتلاقيها جنب مونتريال، في مدينه طبعا مونتريال اسمها جاتينو. يعني هي كل حاجه ليها حاجه يعني، بس الجو كمان بتاع مونتريال زي تورنتو وزي اونتاريو بشكل عام تلج كتير. تلج طول السنه. مش طول السنه، اسف، طول الشتاء. تلج طول الشتاء، فبيبقى صعب شويه. مقاطعه بريتش كولومبيا اللي فيها فيكتوريا وفانكوفر بيبقى الشتاء فيها نورمال وطبيعي، السقعه العاديه اللي ممكن تحس انها زي بتاعت مصر، اسقع سنه بس لكن مفيش تلج. صعبه برضه. صعبه طبعا، بس انت ما بتحسش قوي، يعني انت جسمك بيتاقلم. فعلا بيتاقلم. ليه؟ لان انت متخيله ان درجه الحراره لما توصل 0 او -1 فانتوا بتتجمدوا. لا، هي مش بالظبط كده يعني. ولو حطينا ميه في الشارع وهي -1 مش هتتجمد برضه، مش هتوصل يعني. هي مش فريزر يعني. ليه؟ لان الجو نفسه مش مغلق زي الفريزر فبيجمدك. لا، الجو مفتوح. الجو مفتوح يعني هواء رايح في كل حته. حركه الهواء ديت بتقلل شويه من الاحساس. ايوه تمام. لا، وانا سمعت ان البيوت برضو عندكم بتبقى مجهزه بمدفأة. ده هو احنا بنتكلم على الجو بره في الشارع، لكن البيوت انت بتبقى قاعد في حر. انت في البيت ممكن في عز الشتاء قاعد بالشورت لان الدفايه مسخنه البيت كله. عادي. دي سهله. البيوت بنقعد بنص كم كمان على فكره في الشتاء. عادي. كويس برضه. لا، البيوت مفيش مشكله، لان هي مفيش بيت بيتسلم هنا ايجار او تمليك الا لما يكون مجهز بجميع المواصفات طبقا للنظام الكندي. تدفئه، اجهزه كهربائيه راكبه، وبتأجر البيت بالاجهزه الكهربائيه او تشتري بالاجهزه الكهربائيه. ده قانون عندهم. ايوه. ما تاخدش. وطرق الترفيه بقى. طرق الترفيه ايوه، يعني مثلا بعيد مثلا عن ان احنا اكيد طبعا في حدائق وكده. طب البحر ايه ظروفه؟ البحر حسب المدينه اللي انت فيها. عادي كده ولا يعني زي ما انا بسمع يعني قبل كده كان البحر بيننا وبينه ساعتين، لكن دلوقتي البحر بيننا وبينه 5 دقائق حسب المدينه اللي انت فيها. في بحر، وجونا هنا زي جو اسكندريه بالظبط لو انت من اسكندريه زي ما انت قلتي. مخيف بقى، مخيف يعني زي البحر الاحمر كده. بعد ساعات بيجي علينا وقت مثلا ايه، اصل سمكه القرش بتهاجم، اصل سمكه مش عارف ايه. لا، احنا بنشوف الكنادين بينزلوا، بس احنا بنشوف كنادين بينزلوا كتير، بس احنا ما بنحبش البحر بشكل عام. احنا بنحب البسين اكتر، اللي هو سويمنج بول مقفول. ايوه. بس احنا ما بنحبش البحر بشكل عام. ليه؟ لان بتسقع منه شويه، بتطلع بتبقى بردان، رمل، بتبهدل نفسك. لكن كتير كنديين بينزلوا البحر وبيحبوا السباحه في البحر. ما فيش موضوع القرش ومش القرش دوت طبعا بتبقى يعني مش في المناطق العامره، يعني بيبقى في المناطق اللي هي البعيده. ولو في حاجه بتلاقي الحكومه بتنبهك على طول. الافلام برضو هنا بوظت الدنيا. احنا هي ما هو دور الفيلم دور الفيلم ودور الناس اللي عايزه تعمل ترند، تاخد حاجه معينه وتظهرها قوي بحيث ان هي تعمل فزع عند الناس او فرح
او اندهاش او تعاطف معين، او يصعب عليك حد، او جبر خواطر او كده. ده دور الفيلم ودور الفيديو. الفيديو بيعمل كده. ايوه اي انا عن نفسي فيديو هو اي فيديو تجريره. لازم يكون فيه عاطفه، اي عاطفه إن كانت. صح. فيديو يغيظك، فيديو يحمسك، فيديو يخليك تتعاطف، فيديو يخليك تعيط. صح. ايوه فعلا. في ناس ما بتلاقيش حاجه تعملها تطلع تستفزك. والله فعلا انا جه عليا وقت كنت اروح البحر ما هنزل الميه اغمض عيني افتكر فيلم الفك المفترس فاطلع من الميه اصلا اجري. يعني اقول ايه ما غمضش عيني لحسن يجي حاجه تورط. بجد بيبقى في فزع. فعلا الفيلم ده مأثر حتى على الولاد ان هو مثلا يقول لك ايه ماما هي سمكه القرش دي موجوده في امريكا بس اقول له ليه طب ما هي ظهرت في الغردقه هنا ودمرت الناس وكلت وموتت وعملت. طب بقوا في فزع في هلع في حاجه كده هاجس موجود ان الدول الاوروبيه في سمك القرش في سمك متوحش. فالموضوع برضو صعب هم حاطين في دماغهم الموضوع ده على فكره. مركزين قوي ان البحر هناك في سمك بياكل. الموضوع ده كبر في دماغ كل الاطفال. وعلى فكره مش اطفالي بس. انا بقول يعني نص الاطفال عارفه ان البلاد بره فيها سمك مفترس. متخيل؟ بصي هقول لك على حاجه. احنا ما نقدرش نمنع السينما والفن من الحريه اللي هم عايشين فيها، صح؟ لان هم بيدوا لنفسهم قدسيه ان الفن دوت يعني زي ما يكون دين يعني، وزي ما يكون رساله. بل بالعكس ساعات بيخلوه احسن من الدين. ان الفن لا يناقش، لكن الدين لا، انا لازم اعرف ليه ولازم افهم ليه وليه ربنا قال كده. فاحنا ما نقدرش نمنع السينما، ما فيش حكومه هتقدر تعمل حريه على الفن بدعوى ان انتوا يعني بتعملوا مشاكل. ولكن للاسف السينما والفيديوز والفن والمسلسلات هي اللي بتشكل، زي ما انت شفتي وزي ما انت قلتي دلوقتي وانت اللي قلتي بنفسك، بتشكل الوعي العام سواء عند الاطفال او عند الكبار. البلطجه والتجرؤ ما حصلش الا لما ظهرت افلام بلطجه وتجرؤ. شيء منطقي يعني، معادله سهله جدا ان انت تشوفها، مش محتاجه اثبات ومش محتاجه اقناع ومش محتاجه تكون متدين ومش محتاجه ان انت تكون ملتزم قوي، مش محتاجه ان انت تكون شيخ، لا، محتاجه ان انت تكون اب وخايف على عيالك. انا افرجهم ليه على افلام بلطجه وافرجهم ليه على واحد بيصرخ وماسك السكينه بيطوح وفي الاخر اصل هو مات اهو، ده هو تشبع طول الفيلم، طول الساعه ونص او الساعتين بحركاته، فمش هيجي يأثر فيه الموت بتاع ابو دقيقتين في اخر الفيلم يعني عشان نقول ان هو مات. ما هو خلاص علمه الجرأة على الغلط، فيقول لك العمر واحد والرب واحد، خليني هموت صح؟ فخلاص يكون تشبع بكل السيء. فالسينما والفن بتعمل تأثير كبير جدا وبتغير وعي الناس. طب يا ترى بقى سؤال بقى مهم جدا عن سلوكيات الاطفال، بالذات لان الاطفال في السن ده بيبقوا شبه بعض في كل التفكير، بالذات لو الطفل كمان عاش مده كبيره في وطن متعود عليه. وهتبقى بصرف النظر ان هو حتى لو عنده اطفال او لو عنده اي حاجه او لو عنده اي مثلا اصحابه واصدقاء وسابهم ومشي، حتى لو ما عندوش في حاجه اسمها حنين للوطن. يا ترى بتقابله ازاي سؤال الطفل؟ لاني انا بالذات مش الطفل الصغير، الطفل الكبير، يعني اكبر طفل عندكم يكون عاش مده قد ايه هنا ورجع عاش بعد كده في كندا مده معينه. يا ترى هقابل ازاي انا سؤال اطفالي لو انا جيت هناك وهو بيقول لي انا عايزه ارجع؟ مش هيقول الوطن، انا عايزه ارجع مصر، انا عايزه ارجع بيتي. احنا امتى هنروح مصر؟ هجاوبه ازاي لو انا ظروف شغلي حكمتني ان انا مش هرجع دلوقتي؟ هتجاوب ازاي؟ ما هو برضو الاطفال بصراحه يعني هم اكتر ناس بتحرج الام والاب وبتحطهم كده في كورنر ما بيبقوش عارفين يطلعوا منه. بامانه الواحد ممكن يطلع من سؤال اي حد عنده فلسفه الخروج من السؤال، الا الحوار مع الطفل يوصلك لطريق مسدود. هتطلع من السؤال ده ازاي؟ هتقنعه بايه وتقول له ايه؟ ويا ترى هيتسال كل قد ايه؟ بصي سؤال صعب. لا هو احنا مرينا طبعا بالسؤال ده كتير. لما بصي انا ولادي لما كنا في مصر جم هنا وهم يعني مش يعني يمكن الكبار هم اللي بيسألوه طبعا لان هم عاشوا في مصر شوية وفي السعودية شوية، فيعني شافوا برضو هنا وهنا حاجات، فطبعا هم بيسألونا هنسافر امتى مصر، نروح مثلا عند تيتا وعند جدو وعند خالته، فاهمة؟
لانه طبعا عاشوا عاشوا مع اهلنا في مصر، فنفسهم ينزلوا. فطبعا يا حبيبتي ان شاء الله طب ناخد الجنسيه وننزل. طب امتى هناخد الجنسيه؟ فطبعا بيبقى عارفه انت السؤال بيبقى صعب شويه، لان هنا الاجراءات او اي يعني الجنسيه بتتاخر، الاجراءات بتتاخر. فطبعا بنقعد نقول لهم لسه مش عارفين، لسه ما نقدم على الجنسيه، ويقولوا لنا خلاص. يعني اول ما نبتدي نقدم على الجنسيه مثلا هنعرف امتى مثلا، او يقولوا لنا امتى مثلا، وبعد كده اول ما تطلع لنا الجنسيه نبقى نمشي. فعارفه السؤال طبعا بيتكرر كتير ونفس الاجابات يعني. هم برضو حابين ان هم يعني ينزلوا ويغيروا جو، لان امتى بيسالوه بقى؟ لما بيلاقوا ان الحياه في مصر فيها حاجات مش موجوده هنا خالص. هنا يمكن عارفه انت البلد هنا بتنام بدري، الأماكن اللي هي مثلا الترفيهية بتبقى محدودة مش كتيرة زي مصر. فيها أماكن كتير جدا ممكن أنت كل مثلا يوم في الأسبوع أو الويك إند مثلا بتاعهم تخرجيهم في كذا مكان أو توديهم في كذا مكان. هنا الأماكن محدودة، مثلا بتوديهم، وخصوصا بقى في الشتاء. في الشتاء مثلا ما فيش باركات زي الصيف بتوديهم مثلا بارك ده وبارك ده وبارك، يعني بتنوعي لهم مثلا في الاماكن الباركات وكده. لا هنا في الشتاء بيبقى مثلا ايه، هتضطري تقولي لهم ايه طب تعالوا نروح مثلا الاماكن المقفوله. بس طبعا ما فيهاش بقى العاب، يعني زي ماكدونالدز، زي الاماكن اللي هي مثلا مطاعم مثلا الحاجات دي. الاماكن بقى اللي فيها العاب هنا مفيش اماكن فيها العاب زي مصر خالص، مستحيل. هتلاقي هنا حاجات الاماكن اللي فيها الالعاب هي الباركات، يعني بتلاقي بقى فيها المرجحه والزحليقه ومش عارفه، بس طبعا مش بتبقى العاب كبيره، يعني بتبقى مثلا العاب محدوده. فالطفل بيلعب شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، وبعدين بيقول لك خلاص انا زهقت عايز اروح، بيزهقوا. فاحنا يمكن عيالنا مش هنا، عيالنا مش لاقيين اماكن يقولوا لنا عايزين نروح فيها، بيبقوا زهقانين طول الوقت. فطول الوقت يسالونا احنا هنروح امتى يا ماما مصر؟ طب امتى هنروح السعوديه؟ لان هم شافوا البلاد العربيه فيها اكتر حاجات كتير ممكن هم يروحوها، اماكن ممكن يروحوها، العاب ممكن يلعبوا فيها كده يعني. فطبعا تمام. هو انا والله كده برضو اعتبر ان انا اطمنت، هقول 90%. ويعني اتمنى ان ربنا يسهل الحال كده، وان ان شاء الله. وانا اكيد طبعا اول ما هوصل اول حاجه هعملها ان انا هدور عليكم، وهفضل الاكونت موجود طبعا عشان اتابع الموضوع. ويبقى بدل ما اللقاء كده تليفون كده، او ان انا مثلا اتكلم عن طريق النت، لا طبعا اشوفكم ونصور معاكي حلقة بقى ان شاء الله كده ان شاء الله. والله ادعوا لنا بقى، ادعوا لنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم وان شاء الله تيجوا بالسلامه. تيجوا بالسلامه ان شاء الله. ميرسي يا استاذ محمد، وانا متشكره قوي 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 على الكلام الجميل ده، وعلى ان انتوا بس اهم حاجه طمنتوني على الولاد، ده اهم حاجه. الله يخليك، تحت امرك في اي وقت. ان شاء الله تتهنوا بعيشتكم هناك وتوصلوا بالسلامه وتجوا لنا برضه، او احنا نجي لكم يعني واحد، المهم ان انا اشوفكم ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا، ربنا يوفقكم يا رب ويخلي لكم ولادكم. ميرسي ليك قوي، ميرسي ليك يا فندم. السلام عليكم. مع السلامه. طبعا احنا في انتظار اي حد يعمل كومنت عندنا ان احنا نتواصل معاه، نسجل مع بعض دردشه زي ديت عن اي حاجه، عن موضوع ترند حصل، عن اخبار في مصر، عن اخبار في كندا، عن اي موضوع عايزين تسالوا فيه، نتكلم اي معلومات حابين يعرفوها عن كندا بالظبط، نتكلم بشكل عام. ويا ريت لو عجبتك الحلقه تعمل فاشترك في القناه واعمل شير الحلقه ديت لكتير من اصحابك، شيرها على الواتساب، شيرها على الفيسبوك، بحيث ان هي توصل لناس كتير بيكلمونا زي ما انت بتكلمنا او زي ما انت عايز تكلمنا. ان شاء الله نتواصل معاك. تحياتي ليكم وان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.